في عام 2021 طلعت لعبة بالنسبة لي هي تحفة قصصية وجيم بلاوية جديدة في عالم الألعاب، واللي هي زي ما قريت بوبي بلاي تايم. أذكر إني كنت أخاف من هذا الشيء. ذا الشيء كان يخوفني. وات ذا كنت ورع من جد. سبب حبي للشابتر الاول هو رتم وبدايه قصه اللعبه، كان شيء رهيب جدا، وحتى الجيم بلاي والاصوات مره نوستالجيك حتى في الوقت الحالي. الالغاز ومنطقيتها ليومك هذا تبهرني، ومطارده هاجي واجي هي ايقونه السلسله في نظري، خصوصا بعد ما تفجرت في الانترنت في تلك الفتره وردة فعل اليوتيوبرز عليها. الشابتر الاول تختيمها يبغى له تقريبا ساعه او ساعه ونص او نص ساعه او ساعتين بالكثير، وتكون مختمه وتكون بدايه جميله ومرعبه وغامضه للسلسله، الى ان نزل الشابتر الثاني. الشابتر الثاني ممكن يكون هو افضل شابتر عندي بالنسبه لي، بسبب انه كل شيء تطور واحسن. الجيم بلاي، الجرافيكس، التحكم، كلها صارت افضل بمستوى كبير، والقصه اخذت اكبر نصيب. تعرفنا على مومي لونج ليجز وشخصيتها وعلى الموظفين الاخرين في المصنع، وقد ايش انه اللعبه تمسك قصه سوداويه بشكل موجع ومؤثر وغامض، وتختتم بعد موت مامي لونج ليجز لتحرضنا بحادث اوصلنا لمنطقه بلاي كير للشابتر الثالث. الشابتر الثالث هو حرفيا الرعب في السلسله. ما اقول ان الشابترين الاولين ما كان فيهم رعب، لا بالعكس، اللعبه كانت مركزه على انها رعب، واضافت التوتر والمطاردات اللي ليومك زي ما تنتسي. ولكن الشابتر الثالث كان حرفيا الرعب من تصميم المنطقه اللي يعطي احساس فوبيا المساحات الواسعه، والاصوات والهدوء التام، وخوفك في كل لحظه انه يجيك القط الكافر كاتنع. الجيم بلاي كان فيه للامانه بعض الملل والتكرار، مو كثير ولكن كان فيه يعني، ولكن الوحوش وتصميمها كان الافضل بالنسبه لي في السلسله، ما عدا البوس الرئيسيين اللي هم هاكي واكي ومامي لونج ليكس. المدرسه ديلايت وسمايلينج كريترز ميه ودوغ داي وكات ناب كلهم حرفيين رهيبين وبمعنى الكلمه. هذا بالنسبه لي هو الشابتر اللي قدم اقوى ما يمكن ان السلسله تقدمه. وبعد هزيمه الكافر وكشف حقيقه الكارثه اللي حلت على المصنع، تهاجم كيسي ميسي لما نكون نازلين على المصعد، وبعدها نبدو في الشابتر 4 الكارثه. يبدا الشابتر بان بوبي تقول انها رايحه ترجع وتنقذ كيسي ميسي، وتخلينا هنا مع واحد من اخويانا واللي هو دوي، واللي حينقذنا من العطب يارنابي المشكوك في امره، ويفنش الشخصيه اللي ما من امها فايده واللي هي بيانوسورس. امانه ما عندي نيه اشرح اي شيء عن الشابتر، لان كل شيء مكتوب بطريقه كليشويه بحت. هذا غير ان كل شيء في الشابتر معطوب الا دوي. تدري ليه؟ لانه سوي للمخرج واحد قتل حرفيا كل شيء بدون اخراج. المشكوك في امره، الدكتور المحتاج لدكتور، المخلوقات الفلوسيه، الديس، دوي، كلها من دون مخرج. حرفيا اللعبه سقطت سقطه ما اظن انها راح ترجع الا لو الشابتر الخامس قدم اقوى من الشابتر الثالث. وجود النايتمر كريتوس وسبيانوسورس ويارنابي كلها من اجل بيع تيشيرتات وعلاماتهم التجاريه وكسب الفلوس بس. زاك طمع في نجاح وقوه علامه اللعبه، فقرر يخليها البقره الحلوب من فيلم قيد الانتاج، لعبه جانبيه، لعبه جديده. بس انا في شيء واحد بس لو سووه انا راح اكون معاهم، اللي هو لو سووا انمي عن اللعبه، لان اللعبه تستاهل انمي، تستاهل انمي. هذا غير ترويجهم الحقير للشواذ، سواء بانر القناه او حساباتهم في تويتر او في ارنبي المشكوك في امره. الشيء الوحيد اللي مصبرني على اللعبه هو قوه نهايه الشابتر الرابع، من كشف حقيقه اولي كنت اعرف من البدايه يعني، الى هروب بوبي، اصابه كيسي ميسي، عوده هاجي واجي، حبسنا في الغرفه. كان كل شيء يشدك عشان تكمل، والحقيرين لسه شادين عشان اكمل. اللعبة رهيبة، ولكن الاستوديو طماع وزبال. متشوق اشوف ايش راح يكون في الشابتر الخامس، وهل ممكن راح يكون الاخير او لا، مع اني ما اظن. في نفس الوقت اتمنى انهم يسمعوا كلام الجمهور ورايهم بعد العطب اللي شفناه في الشابتر الرابع، وطالب بعودة ايزاك للعودة لبوبي بلاي تايم.